احنا بدأنا بسم الله. اهلا وسهلا حبيبي. الله يخليك. الحمد لله تمام. يمكن تقريبا ما تقابلناش هنا غير قليل، يمكن مرتين ثلاثه، معرفه سطحيه مش قوي. بس سبحان الله احنا جايين في الطريق كده يعني اكتشفت حاجات كتير جدا ما كنتش اعرفها يعني. لا عادي. احنا طبيعي جدا بجد والله يعني اتشرفت باللي انا عملته. حبيبي الشرف ليا، ربنا يخليك حبيبي، الشرف ليا ان شاء الله. ربنا ينفع بينا اللقاء دوت. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. ماشي يا عم الحاج. قول يا عم الحاج. عرفنا عن نفسك كده. والله ابو القاسم، الشهرة ابو القاسم. بس انا اسمي محمد ممدوح ابو القاسم. ده انا اصلا من الصعيد، من محافظه قنا. جميل. درست ميكاترونكس بكالوريوس، خلصت بكالوريوس هنا في الأورفو، وحاليا بدرس ماجستير في نفس التخصص في ميكاترونكس برضه. حبيبي ربنا يخليك. كام سنه؟ 29 سنه ما شاء الله. حبيبي. طيب ايه اخبار الثانويه معاك؟ استغفر الله العظيم يا رب. هي الحته دي بتوجع. بص انا عامه مبدئيا انا كنت نظام قديم، نظام السنتين. سنتين ثانويه. سنتين ثانويه، جه علينا فتره كان الامتحان. يعني احنا كنا تانية ثانوي وثالثه ثانوي، جه تقريبا احنا كنا دفعه 2012 او 2013. جالنا امتحان، انا فاكر امتحان ميكانيكا استاتيكا وديناميكا عامه. استاتيكا وديناميكا هو الميكانيكا. كنتوا علمي رياضه اكيد يعني. داخل هندسه. فدخلنا كلنا، احنا كنا محضرين قوي. كان الفتره دي ثانويه عامه فعلا كانت صعبه قوي، يعني يمكن اصعب من هي دلوقتي عندك انت المناهج اتخفضت. ونعم بيجيبوا امتحانات اصعب، بس المناهج اتخفضت. احنا كان عندنا كميه كبيره، كانت كميه ضخمه. فلما جت الفتره دي اللي هي بتاعت الامتحانات، كنا كلنا متحضرين. كان الفرد فينا كان تقريبا حل 3-4 ملخصات في ماده معينه، اذا كان رياضه، اذا كان علم نفس، اذا كان احنا كان فرض علينا برضو ماده ادبيه كعلم نفس مثلا، او في ناس خدت علم نفس ساعتها وخدت احصاء، يعني كان في المادتين دول. فدخلنا الامتحان احنا كنا مستعدين 100%. امتحانات السودان بقى، الهند، يو نيم ات، يعني احنا كنا مخلصينها. فدخلنا الامتحان ما عرفناش نحل اي ولا سؤال. انت بسم الله الرحمن الرحيم بتقرا، انت لما بتقف في سؤال معين بتشوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، الاول لا مش عارف، الثاني مش عارف، الثالث مش عارف. انت خلاص بقى نفسيا اتدمرت، ورحت ماسك الورقه رحت عملت لها كده السلام عليكم وانا مأجل. ومش انت بس، ده كتير. انا اتخضيت من كميه البني ادمين. انا ما طلعت من اللجنه ببص لقيت صحابي كلهم مأجلين، اقسم بالله. مأجل ها نضحك. يعني دي مصيبه، يعني دي كان ساعتها مصيبه. بس من كبر المصيبه الموضوع بقى مضحك. لان احنا شوف، كون ان احنا نأجل دي كانت بالنسبه لنا كارثه. ليه كارثه؟ احنا اهالينا لما كنا بندرس في ثانويه عامه كانوا فعلا عاملين علينا ضغط نفسي وعصبي رهيب، ان ده وده وده ومستقبل. وانت عارف احنا في مصر يعني مثلا يا دكتور يا مهندس يا ما فيش، يا فاشل كل حاجه، يا فاشل. مع ان ده فعلا يعني لا يمت للواقع باي صله، لانه كان اهلنا زمان نفس الفكره دي. يعني الاهل زمان كانوا يا اما دكتور يا اما مهندس يا اما ما فيش. ما هو بص هقول لك على حاجه، هي من وجهه نظر تقنيه ومن وجهه نظر اجتماعيه، لان الهندسه هي دايما بتتطور الحاجه. يعني انت مثلا انت محتاج حاجه معينه، فانت محتاج تعمل حاجه معينه تدي لك الغرض ده. يعني مثلا تصنع حاجه، اتمت حاجه جديده زي الاطراف الصناعيه مثلا، الكلام ده كله. فالهندسه مش واقفه، يعني التخصص الوحيد اللي تلاقي فيه دايما تطور، اغلب الوقت ده بيسري على كل التخصصات برضو. بس ليه الهندسه بالذات؟ لان الهندسه داخله في اغلب المجالات اللي احنا يعني بنعيشها. مثلا لو هتبص على المجال الطبي هتلاقي فيه هندسه ميكاترونكس، هندسه اللي احنا مسمينها هندسه الادوات الطبيه او الاجهزه الطبيه. هتبص مثلا في مجال البناء هتلاقي فيه هندسه. هتبص لاي مجال في الدنيا، مجال المحاسبه هتلاقي المبرمج اللي عامل الكود ده يعتبر اسمه مهندس. وعشان تحقق ده على الواقع فيزيكالي كلغه هاردوير وسوفت وير، الكونكشن اللي ما بينهم ده اللي بيعمله مهندس. صحيح. مهندس الكترونيات. فانت يعني مثلا الكنترولر اللي بيتحكم في اي حاجه ده اللي بيعمله مهندس. فانت الفكره ان انت تربط ده كله ببعضه، ده المجال اللي هو ما بيوقفش، يعني حرفيا دايما بيتطور ودايما مرغوب. حلو. طيب والثانويه بقى؟ ما هو ده اللي احنا هنرجع فيه بقى. نرجع اللي خرجنا عن الموضوع. اجلت موضوع امتحان الميكانيكا دوت كان مميت بالنسبه لكم؟ فاجلنا بقى، قطعنا كلنا الورق واجلتوا كلكم. طبعا كان صدمه في البيت. يعني
الاهل كان رد فعلهم صعب حرفيا في الوقت ده، و يعني خلاص هيقول لك ايه، اصل انت خلاص اجلت، عملت اللي في دماغك والموضوع انتهى، فانت خلاص اجلت، ف يعني خلاص كملت بقى. بذلنا مجهود في السنه اللي اجلناها دي قد المجهود اللي احنا بذلناه مرتين. يعني تقريبا السنه بتاعتنا دي كانت بتاعت وحي ووحي، فاكر انت السنه دي؟ ايوه كان الموضوع صعب قوي. فيعني كان ساعتها طلع عليها ميمز حتى، وحويح اللي هو حويح ومش عارف ايه. بس يعني طبعا كون ان انت حياتك متوقفه على سنتين ده صعب قوي. انت محتاج السنتين ضغط نفسي وعصبي رهيب، انت ما ينفعش تضيع وقت. انت ما لو اتاخرت شويه في الحمام هتلاقي حد بيخبط عليك بيقول لك انت اتاخرت ليه، وراك مذاكره. طبعا اللابتوب والتليفونات والكلام ده كله كان عليها ريستريكشن كبير، يعني ممنوع ان انت تستخدمهم اصلا الا في اطار الحاجه اللي هو مثلا انت هتفتحه تذاكر عليه، هتطلع من عليه معادله مثلا معينه، هتشوف فيديو او حاجه، هتشوف فيديو مثلا تعليمي. مع ان الثقافه دي قوي ما كانش الاهل ساعتها بيتبنوها. ان انت بصيت في 2012 و2011 يا عم تذاكر على الكمبيوتر، ايه الجو الهبل ده؟ انت معاك كتاب ذاكر منه، اذاكر معاك كتابك ذاكر منه، امال الدروس ومش عارف ايه ده كل ده راح فين؟ فاهم؟ الموضوع مختلف شويه، كان مختلف شويه عن دلوقتي. دلوقتي انت ممكن تبقى قاعد تذاكر من على التابلت ووالدك يخش يقول لك ايه ده كمل حبيبي مفيش مشكله. بالفعل الثانويه في مصر دلوقتي بالتابلتس، ايوه السامسونج اللي هو يلا طيب السنه الجديده بقى اللي هي الجايه دي دخلت فيها الامتحان اللي بعد التاجيل، كان ايه الواقع بقى؟ عملت ايه؟ هقول لك ايه الواقع. بص، هو في يعني النظام بتاعنا في مصر شويه بتاع ثانويه عامه صعب، يعني من حيث التنسيق. لان التنسيق الجغرافي انت على حسب مجموعك انت بتختار هتروح فين او هتخش فين، او هو بيحدد لك انت هتروح فين. جميل. ما هو انت لو جايب 100% اكيد متاح لك كله. اما لو جايب مثلا يعني ساعتها انا فاكر جبت 94.9 او 95%، 95، وكانت هندسه بتاخد من 95.1 الحكومي. فانت متخيل انت دخلت تنسيق برضه، دخلت تنسيق، بس انت متخيل انت اجلت سنه وبعدها سنه تانية، يعني انت 3 سنين ضغط نفسي لا يطاق حرفيا، وبعد كده ما جالكش اللي انت عايزه. فانت بالنسبه لك انت البرسبكتيف بتاعك للحياه كله اختلف، اللي هو انا عايز اموت. لا 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 مش هموت. لا اموت ليه يا عم؟ ما في داهيه. حلو متفاهم. لا 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 خلاص انت انطفيت يعني، او طبعا ان انت بقى خلاص. بص احنا كبشر واحنا ما عندناش خبره في الحياه قوي، احساس الريجكشن ده بالنسبه لنا صعب. وهقول لك على اقذر احساس ريجكشن في الدنيا اللي هو بتاع الشغل، ان انت تبقى شغال وتعمل لك ريجكشن، او انت تروح مكان ويتعمل لك ريجكشن. فعامه احساس الريجكشن ككل صعب قوي ان انت تتقبله، ان انت بذلت مجهود المفروض المجهود ده منطقيا يعود عليك بنفع. فلا ما انت مش بمزاجك. شوف حته انت مش بمزاجك، انت بص هقول لك على حاجه. فلنفترض مثلا ان انا جبت المجموع ودخلت الكليه، كان زمان حالي دلوقتي صعب قوي مش زي دلوقتي. انا دلوقتي هنا مرتاح، فاهم؟ يعني انا لو ما كنت مشيت بخطتي انا اللي انا كنت حاططها لنفسي ساعتها اللي انا راسمها، كان زماني دلوقتي بعاني، فاهم؟ ده الكلام ده بان بعدين بقى، يعني الكلام ده ما بانش ساعتها انت فاشل بقى والناس كلها بتبص لك يعني ده ساعتها مجموع 95% ده مش قليل. ولما رحت عملت اعاده طبعا اجباري وتظلم اللي هو ده اللي هو الامل الاخير زي ما بيقولوا، ان انت لازم تروح تعمل اعاده تصحيح وتدفع مبلغ وقدره على كل ورقه بتتعاد تصحيحها. ماشي. اللي يقهرك بقى ان انت لما رحت عملت اعاده تصحيح لقيت ورقك لا ليا درجات زياده كمان. بس ليك درجات بس هتاخدها لا. جالي نص درجه بس من اصل 5 أو 6. يعني انا كنت فاكر جايب 384 ونص من 410.
او 382 ونص، مش فاكر بالظبط يعني. بس من فتره بصيت على الترجمه بتاعت الثانويه يعني طبعا خدني الحنين بعد السنين، فاهم انت ازاي؟ جابني هنا فبصيت فبقيت بقرا الشهاده، فكان تقريبا 384 ونص او 382 ونص من 410. فكون ان انت ما احلامك تتدمر، او مثلا انت يبص لك ان انت فاشل بسبب ان ثانويه عامه انت ما جبتش فيها المجموع اللي انت عايزه، ده ولا اي حاجه. ما تبصش للموضوع ده خالص يعني، ما تركزش في الحته دي خالص، لان مش انت انت اصلا الانسان مخير ومسير، مش مسير بس ومش مخير بس زي ما بيتقال، يعني مسير في اشياء ومخير في اشياء. فكون ان انت يعني حسيت، لان انت ده مش الواقع، انت ده حسيت، انت حسيت ان انت فشلت، صح. ده مش معناه ان انت فاشل ابدا. احنا بس اللي حصرنا النجاح في تخصصات معينه، ان انت لا في اماكن معينه، تخصصات معينه في مصر. لو بنتكلم في الثانويه عامه تخصصات معينه، تمام. يعني احنا لو جينا بالنسبه يعني مثلا انت يا اما انت دكتور يا اما انت مهندس يا اما انت ولا حاجه، وده غلط، ده طبعا غلط. لان طب ماشي، فلنفترض مثلا بوجهه نظر الخزعبليات دي اللي احنا بنتكلم فيها، فلنفترض مثلا ان كل مصر بقت مهندسين، وده فعلا حرفيا اللي حصل في سوق العمل، ان الناس دلوقتي ما بقتش تخش هندسه، اللي فهمت بقت تخش بيزنس، بقوا يخشوا حاسبات، لان هم شايفين خلاص ان هو مهندسين ده مرتب راتب في السوق يا عم. ده ما فيش، ده معايا واحد صاحبي مهندس بيقبض مش عارف كام فين منه بربع جنيه. مع ان ده غلط برضو تماما. بس هناخد الوضع الحالي، يعني مهندسين كتير قوي، بس ماشي خلاص عندنا كمية مهندسين كبيرة، بس التخصصات التانية مفيش. طب مين هيعمل الشغل التاني ده؟ طب ما برضو انا محتاج المحاسب ومحتاج المحامي ومحتاج وات ايفر، يعني حتى العامل، يعني انت فاهم، العامل اللي في الورشه بيبقى شغال مع المهندس، اللي هو المهندس نوعا ما بيحس ان هو اعلى منه، وده مش صحيح اطلاقا، لان العامل اللي بيبقى شغال ده بيبقى فاهم اكتر من المهندس اللي كل حياته قضاها في النظري، لان هو اصلا عنده خبره عمليه اكتر من المهندس النظري. بس بالظبط يا عم، اغلبيه الخريجين بتوع مصر دلوقتي، يعني مثلا لو انت خدت خريج كده طازه ورحت حطيته على تكرني ستانوك او فريزر ستانوك، يعني مخرطه، فاهم انت ازاي؟ حطيته عليه وقلت له اشتغل، هيلص، لان هو ما اشتغلش، هو كنظريا عارف طريقه عمل ويشرح لك كل حاجه كويس جدا، ويشرح مفيش مشكله، بس الخبره العمليه هي الخبره المطلوبه، ده سوق العمل. انت ما تعرف تعمل ايه بايدك، مش عارف، مش حاطط ايه في دماغك. صح. اللي هو في ناس هنا حرفيا يعني مش فارق معاها انت يعني معاك شهادات ايه، فارق معاها انت بتعمل ايه، مهارات، وريني انت بتعمل ايه. بالظبط، مش عايز شهاده. بالظبط. فكون ان انت بقيت فاشل بقى، ان انت ما حققتش اللي هو المجموع وما دخلتش الكليه اللي انت عايزها، ده كلام 100% مش صحيح. جميل جدا، احنا استفدنا قوي في النقطه دي. رغينا كتير. جميل جدا، انا مبسوط بصراحه بالموضوع ده. طيب ايه اللي خلاك تخش التخصص دوت اللي هو هندسه ميكاترونكس؟ وايه هو ميكاترونكس؟ هقول لك. مبدئيا بعد الثانويه العامه في مصر صحيح ما سالناش، وليه في روسيا؟ ايه الفكره ان ميكاترونكس وايه هي انك تيجي روسيا؟ هقول لك واحده واحده. ماشي. ما القصه بتبدا من الكليه اللي انا دخلتها بالتنسيق في مصر. جميل. مش هقول اسمها طبعا لان انا هقول فيها حاجات كتير. حلو قوي. دخلت كليه وخلاص. دخلت كليه وخلاص. طبعا كان في نوعا ما، يعني انا كطالب ثانويه عامه وكنت عايش طول عمري في الصعيد، فما كنتش اللي هو لسه، ما القاهره بالنسبه لي دي حاجه كبيره، اللي هو انا ما عمري ما خرجت بره الصعيد. انا كنت بروح مثلا يومين وفي بيئه محدده قوي، اللي احنا هنروح من مكان فلاني للمكان الفلاني ونرجع ومش عارف ايه، نروح لحد من قرايبكم مثلا. بالظبط حرفيا، او مصيف مثلا اسكندريه او الغردقه. ده كان خلاص ما عشتش بقى في القاهره، الا بقى بدات الفتره دي بعد الثانويه العامه وعشت في القاهره. لقيت يعني انا كنت فاكر ان الدكاتره بتوع الكليه عامه هيبقوا زي والدي دكتور مهندس، فبيتعامل معايا يعني هو شديد بس عشان والدي، بس انا شفته هو بيتعامل مع الطلبه بيتعامل بمستوى راقي جدا وفي احترام متبادل، وحتى ما فيش اللي هو التزمت، اللي هو لقيت بقى تزمت غريب. لقيت الدكتور ده كانه اله، استغفر الله العظيم يعني. اللي هو انت ازاي تفتح عليا المكتب وتدخل؟ يا عم انا فتحت عليك المكتب، فتحت لك الحمام، ما هو انت اللي قايل لي تعالى بعد المحاضره.
حصلت ده موقف وحصل يعني. مش هذكر اسم برضه حد. خلينا كده من بعيد. بس يعني ما عجبنيش الوضع، وحسيت ان انا بدرس حاجات ممكن ما تفيدنيش قوي. التخصص اللي انا دخلته كان كهرباء، شعبة الباور. اللي انا اعرفه بقى جميل يعني، ومطلوب وسوق عمل بص هقول لك على حاجه، هو مطلوب عشان في مصر مطلوب، بس هو بقول لك انت سوق العمل في البلد اللي انت موجود فيها طالب ايه يعني. اغلب الوقت اللي عندنا طبعا محطات كهرباء بتتبني كتير، محطات توليد سواء كان بالغاز سواء كان بالطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه السولار سيل بانلز او الميه، او حاليا زي ما روس اتوم بتعمل محطات نوويه. كل ده عشان بيتنقل، بس يعني عشان تنقل الكهرباء من نقطه A لنقطه B، ده شغليا مهندس الباور اللي هو هو بيتخصص بعد كده ديستريبيوشن او بيتخصص حاجات تحكم. هو كده القصه بتاعته. انا ما تعمقتش فيه لان انا ما قعدتش فيه كتير، انا 3 سنين بس، قعدت 3 سنين قضيتها يعني باقي سنه واحده وتتخرج وسبته، وكان باقي سنتين. هو 5 يعني ده احنا الكلام ده في روسيا هنا 4 سنين. فاهم انت ازاي؟ كان باقي اكتر من نص. بس طبعا كنت محبط، اللي هو من اسلوب التعامل شويه ما كانش عاجبني. طبعا دي وجهه نظري وممكن الناس تختلف معايا فيها يعني. في دكاتره حلوه وفي دكاتره وحشه. الكلام ده كله بيمثلك ده بيمثلني انا، وانا دي التجربه اللي انا عشتها. تختلف معايا او تتفق، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، واحنا كلنا حبايب. ايوه خلينا كده عشان المشاكل. عشان المشاكل بس ما ارتحتش، بس مجرد راحه نفسيه، مش لان كنت محطم قوي ان انا ما دخلتش المكان اللي انا عايزه. وعلى فكره انا كان جايباني حاسبات وانا كنت بعشق البرمجه يعني. انا كان عندنا مسابقات بتتعمل في الابتدائيه وفي الثانويه، واحنا كنا بناخد عليها مراكز في البرمجه. وكان ساعتها الفيجوال بيزك والسي وكان ساعتها الباسكال كمان داخل في الموضوع. حاجات قديمه بس صعبه قوي يعني. انت لما بتبرمج السي اصعب من انت تبرمج الباقيين، لان الباقيين فيهم لايبرري معين، انما السي انت كل حاجه بتعملها. السي انت بتعمل الفانكشن انت بايدك. انا بقول لك كل حاجه بتعمل حاجه اسمها فانكشن ديكلير، بعد كده تعمل فانكشن ديفينيشن وخلافه. فقصه يعني مفيش مكاتب تجيب منها اي حاجه، انت كل حاجه مفيش. مش زي البايثون. بس الفرق ما بينهم ان السي مثلا بيشتغل في الريل لايف سريع قوي، والبايثون بيشتغل بطيء غبي. لا مش غبي يعني، لا ما علينا. قالت لي من على فكره من رئيس القسم بتاعنا اسمه ايه؟ تيخنف. قالت لي من تيخنف، قال لي بايثون اتتيبويزيك انتو بويزيك. ده هو يا ابسولوت نسجلها، انا متفق معاه 100%. لان هو الفكره ان البايثون ما ينفعش. هو البايثون نوعا ما ينفع بعد كده تحوله لسي، صح، عشان يشتغل في حاجه اسمها ريل تايم انفايرمنت. يعني انت لما بتبدا تشتغل ما ينفعش تستخدم كنترولر بيبقى شغال بالبايثون، صح، لان هو بطيء جدا في البروسيسنج بتاعته، في المعالجه بتاعته. لكن السي سريع جدا، لذلك هو حتى كلغه قديمه وصعبه مطلوب. معظم وما زالوا شغالين بيه طبعا. اغلب الكنترولرز والمايكرو كنترولرز البرمجه بتاعتهم يعني بالسي. ده طبيعي. البايثون فيه ليه حتت معينه مميز فيها. البايثون حلو في الفرونت اند الابلكيشن، الفرونت اند الباك اند بتاع اللي هو الويب سايت ديزاين، اللي هو الويب سايت ديفلوبمنت. هو جميل في حته معينه. بس ما ينفعش الكل. ما ينفعش الكل. جميل جدا. احنا وصلنا لنقطه كليه زهقت منها بعد 3 سنين. ما طلعتش. لا هفهمك. انا كنت لسه مقيد حتى بعد ما جيت هنا روسيا 2 3 كنت مقيد في الكليه. انا ما سبتش الكليه. كنت متضايق قوي من النظام ان هو انت شلت مادتين. انا كنت طبعا ما كنت بحاول اذاكر على قد ما اقدر، بس كان عليا ستريس كبير قوي، لان مكان جديد وانا متغرب. انا عمري ما عملت رز لنفسي، فاهم اللي هو. بس ده فاد قوي هنا، بعدين بقى فرق هنا يعني. لما خدت الخبطه هناك في مصر كانت لذيذه، لكن لو خدت الخبطه دي هنا كانت هتبقى صعبه. كان في اورجانيزيشن في الجامعه بتوفر لك ان انت تاخد تجربه السفر بره مصر، تبادل طلاب مثلا. هو ستودنت اكسشينج.
تعمل مثلا تاخد بروجكتس معينه في بلد تانية، انت مثلا رايح كفولنتير، رايح كمتطوع، بس هم مثلا في سبيل ده بيدوا لك الفيزا، بيوفروا لك الاقامه مع ان الكلام ده طلع مش صح بسمع علينا. تمام. يعني هو بيوفر لك نوع على الورق. على الورق على الورق ممكن، بس طلع الكلام ده فيستك يعني. تمام. دفعت انا الاقامه. هي الاقامه بتاعت البروجكت عشان برضو نكون لنا ما لنا وعلينا ما علينا، نكون منصفين. الاقامه بتاعت لما دخلت في البروجكت الاقامه بتاعته كانت مدفوعه، بس كانت مدفوعه ليه؟ لان هو اصلا كان في كامب وكان على البحيره وكان في حته، فاهم انت ازاي، وكان في اماكن كتير قوي فاضيه ان انت ممكن تعيش فيها. حلو قوي. اي نعم، سرير قد كده بس ما علينا. حلو. انت طلعت طبعا اللي هو تاخدوه الطلاب ده كان فين؟ كان فين اللي قصدك المكان؟ كان في تشيلابنسك، كان في روسيا. الكلام ده كان 2015. ساعتها فعلا كنت انبهرت بقى نوعا ما. اول مره اطلع بره مصر. لما جيت قعدت هنا فتره، طبعا كنت مبسوط بقى قوي بقى. لا جيت في الصيف. جميل. جيت في الصيف بس شفت الخضار بقى. الخضار والدنيا، فاهم انت. انا اتضحك عليا يابا، انا كنت فاكر مفيش تلج والجو ده طلع فيه تلج. ما علينا يعني. انا جيت بقى ومبهور بقى، ايه ده، ايه الحلاوه دي. يعني فاهم، كل حاجه هدفع بالكارت بالفيزا تشيك تشيك. عايز مش عايز التاكسي يجي، ايه ده، ايه الجمدان ده. ساعتها برضو كان اوبر ما كانش قوي يعني، ما كانش لسه الناس مستصيغاه. وكان عندنا احنا اصلا كمصر عندنا وسائل المواصلات العامه كتير جدا. ميكروباصات واتوبيسات مش عارف ايه. فكون حتى وسائل المواصلات اللي هنا العامه، سواء كان الاتوبيس او على فكره هي شبه مصر جدا. الصبح فتره الساعه 6 7 الصبح وانت رايح الشغل، سردين دي عجين مش سردين، فاهم اللي هو الموضوع فعلا. يعني الموضوع ده على فكره في كل دول العالم، لما تبقى صاحي الصبح رايح الشغل، هو في وقت العمل كله هتلاقي الناس كلها هتركب، الدنيا مسحومه زي مصر بالظبط. بس اللي يفرق في ايه بقى؟ هيوصل في ميعاده ولا لا. النظام صح. يعني انت عارف ان الساعه 2:30 او 3:30 هتلاقي الاتوبيس الفلاني 77 مثلا جاي واقف في المحطه الفلانيه. هو مش هيقف كتير، هو يا دوبك 10 ثواني ويمشي، عشان عنده الناس بتزعق جوه عايزه توصل شغلها في الميعاد. ان هو برضه ليه محطه لازم يوصلها في نفس الوقت. فانا كنت مبهور بقى. بس الترامفاي ده اللي هو الترام، عندنا الترام بس هنا موجود في كل حته، يعني هو مش موجود في شارع بس في اسكندريه، فهنا موجود في كل حته. طبعا هو فكره الترام اصلا، الايديا من الترام ان انت تتجنب الازدحام المروري. صح. الترام ليه لين لوحده بيمشي عليه، ومالوش دعوه بقى تيت العربيات واقفه مش واقفه، هو مفيش حادثه ما بره عنه هو ماشي في طريق صافي. الفكره منه ان انت توصل في الميعاد في الشغل. فانت الحاجات دي كلها بالنسبه لك واو. انبهرت بقى، يا لهوي انبهرت. قعدت تقريبا قد ايه هنا في التطوع؟ شهرين. وبعد كده رجعت مصر. رجعت بقى محمل بالاهات يعني رجعت. ايه ده، المشكله ان انا ما طولتش، يعني عارف اللي هو احساس اللي هو المغترب اللي بيقعد فتره في مكان بعد كده يرجع، لا اللي هو حاسس ان انا مش مستريح، انا عايز ارجع تاني. انت الفكره كلها ان انت فعلا تفقد جزء من شخصيتك، او مش بتفقده بيتغير. لما بتتعود على حاجه معينه، حتى لو كانت لفتره قليله، وبتسيب جواك انطباع نفسي ان هو ايه ده، احنا ما عندناش الكلام ده ليه وبتاع. فبعد كده الموضوع بيبقى ايه ده. بتعشق مصر. انت شفت الحلو. لا مش هقول حلو ووحش، انا ضد حلو ووحش. شفت حاجه مختلفه انت محتاجها مثلا. لا انا بص، انا اللي عاجبني الفكره ان انا بعشق مصر، فاهم انت ازاي. بس حبيت روسيا، فاهم. فانت منقسم نصين نوعا ما، انت شخصيتك انت بقيت بين مكانين، لا عارف تقعد هنا ولا عارف تقعد هنا، فحصل لك انفصام، فاهم ان انت مش عارف تقعد في المكان ده ولا عارف تقعد في المكان ده خلاص، لان انت ما بين المكانين. هي دي الفكره. بس رجعت بقى وكنت عايز ترجع روسيا تاني. كانت دي بقى اللي قسمت ظهر البعير حرفيا، ان هو حصل نفس الموقف اللي حصل مع الدكاتره في الكليه وخلافه. اتخنقت
وليه الامتحان بتاع الكليه بيجي تعجيزي؟ يعني انت مثلا تكون مذاكر ومحضر وكل حاجه، وامتحان 3 ساعات ونص وكتابه بقى تك 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 داش. طبعا هنا الكلام ده مش موجود يا جماعه، كان الامتحان هنا ابسط من كده بكتير يعني. بس انت بتقعد مثلا 3 ساعات ونص في لجنه حر وخنقه، وانت عمال تكتب ومتوتر، لان انت متخيل ان انت ممكن تكتب السؤال 3 أو 4 صفحات A4، وعشان بس يعني انت عندك حاطط مثلا القانون صح وحاطط كل حاجه صح، فاشاره مثلا اتحطت مش في مكانها، ضغط نفسي وعصبي. امتحان اي حد بيخش امتحان بيبقى عليه ضغط، حطيت اشاره مش في مكانها لان مجرد ان انت مش واخد بالك، فكل ده باظ، فكل ده ما يتحسبش، فكل ده يترمي في الزباله. يعني ده نوعا ما يعني مش مريح. لا مش فير، مش عدل ان انت تقعد تدش ده كله وتذاكر وانت تعبت اصلا. انت يعني انت مش يعني مش ضارب على الطبنجه، مش مكبر دماغك، اللي هو لا انت ذاكرت. مبين من كلامي انا مش غاشش ولا مش غاشش، لا ده انا حاطط بقى بالقوانين، واستخدمنا القانون ده لان الحاله دي المطلوبه في المكان الفلاني عند عم حسين العلاني كده. فالموضوع فعلا كان صعب. فقلت بقى خلاص بقى انا شفت الدنيا هنا اجرب، وده طبيعي. اي حد فكرة اي حد ممكن يجرب، مش بس سفر، ممكن تجرب تتعلم حاجه جديده، ممكن تجرب تطلع مدينه جديده، ممكن تجرب مثلا تعزف على آلة جديده، ممكن تجرب تلعب رياضه جديده. يعني تجرب. فانا قلت اجرب عادي، مش في دماغي بقى اللي هو هجره، انا بس عايز اشوف اتعلم. طبعا روسيا معروف عنها يعني الصناعات المهلبيه، فاهم؟ الصناعات المهلبيه لا معروفه من زمان روسيا. مندليف ده مين اللي عمله اصلا؟ جدول مندليف الكيميائي. صح. لا لو هنتكلم عندهم بصراحه والمخترعين من زمان. لا كمان الثقافه والحضاره والبتنجان كتير. لا احنا بقى ده حضاره، معلش هنا ثقافه، هي حضاره هنا برضو موجوده، ثقافه موجوده، بس الثقافه والحضاره موجوده، حضاره جميله. بس احنا حضارتنا 7000 سنه يا عم الحاج، تروح فين؟ بس انا بكلمك في قصه، لا حضاره هنا موجوده. انت حتى لما تقعد تقرا التاريخ الروسي من البدايه، لا انترستنج جدا يعني. انت حابب تقرا، لان رحت مثلا قصر بيتر جوف اللي موجود في سان بيترسبورج على البحر، القصر السيفي اللي كان بيصيف فيه القيصر فلان الفلاني، موجود في الحته الفلانيه. فانت لا بتقرا وبتشوف بقى بعينك، بتشوف بقى الاساس اللي هم كانوا بيعيشوا عليه، شايف الحاجات اللي كانوا بيستخدموها، النافوره اللي شغاله من غير بمبات دي يا عم الحاج. الناس دي بتفكر ازاي يعني؟ كان الوقت ده ازاي تعمل نافوره من غير بمبات؟ هتعرف ان هو بنى القصر الفلاني ده على النهر، على تفريعه من النهر رايحه بتصب في المحيط في البحر، واخد بالك، ورفع البيت بحيث ان هو يبقى اعلى من منسوب الميه بتاعه المحيط، فعمل ضغط فالميه تطلع. انت متخيل؟ ويعملها بقى بحيث ان هي يعني تختلف في كل نافوره، الشده يتحكم فيها، الارتفاع بتاع الميه يتحكم فيه وخلافه. والماسوره يعني النافوره مش مثلا خرم طالع منه ميه، مفيش الكلام ده، لا ده فيها كذا تفريعات كتير، وممكن تشغل تفريعتين وتفصل تفريعه، ممكن وعمل كمان تحكم كامل. وعمل كمان مقالب، يعني عمل مثلا يعني في مقاعد كده وانت ماشي في البيتر جوف في القصر ده، عمل مقاعد ان هو تحس ان هو هيقعد في مكان، فانت انت وصاحبك قاعدين مثلا، فهو انت قعدت هنا اكيد هو 100% هيقعد هنا. اول ما يقعد هنا روح النافوره تروح مغرقاه ميه، يعني النافوره قصاده موجوده مغرقاه ميه. هو كان يحب الهزار كده، تمام، فاهم انت ازاي؟ بيتر الاول تقريبا اسمه، والله اعلم. فلا كان في يعني هي من زمان معروفه روسيا ان هي جميله، سواء كان في العلم، سواء كان في الثقافه، سواء وكمان البلد نسبه العنصريه فيها قليله، مش زي يعني بص عامه اي مكان هتلاقي فيه عنصريه. احنا اذا كان في مصر بنعنصر على بعض، انت من الصعيد، يلا انت من بحر ايه، انت مش عارف من فين، انت فلاح، انت اسواني، منوفي، وات ايفر يو نيم ات، احنا بنعنصر على بعض. بس يعني كمفهوم غربه وعنصريه اتضح لي لا فعلا من اللي انا بسمعه من الناس اللي هم اصحابنا اللي في دول تانية، لا ما يتقارنش خالص بيها. بس فيه مش هنختلف، بس فيه. طيب حلو قوي. ايه اللي خلاك تخش التخصص دوت وسافرت ازاي؟ عايزين نعرف الحته بتاعتك يعني قول لنا سافرت ازاي بعد ما رجعت، كان في حته في قلبك لروسيا فعايز ترجع لها تاني.